Hello everyone، معاكم ميس ياسمينة teacher of English. طلبات الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله يونت 10 أول وحدة ل10. معرفش المنهج جري إزاي والترم بيروح فين، بس المهم يا شباب النهارده يونت 10 بإذن الله. والناس اللي بتكتب لي في الكومنتس يا ميس هتكملي معانا المنهج، مش أنا اتفقت معاكم من البداية إننا هنشرح المنهج كله على اليوتيوب فور فري، ونزلنا المراجعة وهنكمل المنهج، ما تقلقوش يا شباب بإذن الله لحد آخر يوم في الترم انا هبقى معاكم ان شاء الله. ادعوا لي بس يا شباب، اهم حاجه تدعوا لي ان ربنا يبارك لي في الوقت ويوفقني، لان طبعا انتوا عارفين ضغط التصوير، خصوصا ان انا مش بحب اطلع لكم اي حاجه، بطلع لك حاجه تستفيد منها. ويلا عشان ما نضيعش الوقت نبتدي على طول طبعا بالدعاء. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. بي الله. انا عندي يونت 10 اول وحده ل10 بيكلمني عن حاجه انا بحبها جدا جدا جدا، الا وهي ستوري تيلينج. قال لي ايه هي ستوري تيلينج؟ قال لك ستوري تيلينج هي روايه القصص او سرد القصص، ان حد يقعد يحكي لك قصه بس بشكل ايه؟ روائي وشكل تشويقي، فده معنى كلمه ستوري تيلينج. فيلا كده نبتدي ونشوف اليونت بتاعي بيكلمني عن ايه. نيجي للكلمات ويلا يا شباب نركز مع بعض في اول حاجه. قال لك اول حاجه وهي adjective او صفه. ايه هي يا ميس ياسمين؟ اسمها precious. كلمه precious معناها ثمين او غالي او قيم. اقول لك مثلا precious مثلا friendship، صداقه غاليه او قيمه. عندك الفعل fade the verb معناه يتلاشى او يبهت او يختفي. يعني لما اجي اقول لك مثلا انا غسلت التيشيرت ده، اقول لك مثلا its color faded، اللون بتاعه تلاشى بهت ما بقاش زي الاول، خف. عندك كلمة decade ودي معناها عقد. يعني ايه عقد؟ قال لك اللي هو 10 years، 10 سنين، دي بقول عليها decade. كلمة courage ودي معناها شجاعة، اللي هو الناس اللي مش بتخاف تعمل حاجة معينة. وعندك طب لو أنا عايزة أقول شجاع، عندك كلمة brave، دي صفة معناها شجاع. يبقى دي اهو كلمة courage معناها الشجاعة. طب الشاطرين الناس اللي بتذاكر، لو انا حطيت ان في البداية بقى معناها ايه؟ encourage بقى فعل معناه يشجع. اقول لك my parents always encourages me، والدي دائما بيشجعوني. نيجي بعد كده لتراست، واللي جاي بيقول لك خلي بالك ان انا عندي تراست ده فعل بمعنى يثق وبيجي كاسم بمعنى الثقه. يعني اقول لك I trust you، انا بثق فيك، فانا عندي هنا trust جه كفعل بمعنى يثق. او اقول لك trust is an important thing، الثقه شيء مهم، فهنا جايه كاسم. عندك كلمة request ودي معناها طلب. أقول لك I have a small request، أنا عندي طلب صغير. Can you bring me water؟ ممكن تجيب لي مية. عندك كلمة curiosity ودي معناها حب الاستطلاع أو الفضول، يعني someone who likes to know everything، الناس اللي بتحب تعرف كل حاجة. طب يا ميس يعني ايه فضولي؟ قالك يعني curious. كلمة curious معناها فضولي او محب للاستطلاع. كلمة promise خلي بالك promise بيجي كverb او كفعل بمعنى يوعد، وبيجي كاسم بمعنى وعد. اقول لك I promise you، انا بوعدك، فانا عندي هنا جايه كverb وبتيجي كاسم كمان. عندك كلمة gratitude ودي معناها الشكر أو الامتنان. يعني إيه الشكر أو الامتنان؟ إن أنا أشعر إن أنا راضي وشاكر عشان حاجة معينة بتحصل في حياتي. عندك كلمة generations ودي معناها أجيال. يعني إيه أجيال؟ a group of people were born at the same time، مجموعة من الناس اتولدوا في نفس الوقت، دول بقول عليهم generations أو بقول عليهم أجيال. أقول لك جيل التسعينات، جيل الألفينات، ده معنى كلمة generations. تعال نحل كده الكويز ده. عندك decade قلنا معناها عقد،
10 سنين يعني. gratitude معناها الامتنان. عندك fade يعني يتلاشى. وعندك promise بتيجي بمعنى وعد أو يوعد. وعندك precious معناها ثمين أو غالي. يلا نحل. بقول لك the necklace is very A because it reminds me of my mother. بقول لك إن القلادة دي A جدا لأنها بتفكرني بمامتي. يلا هقول لك القلادة دي إيه؟ عقد. القلادة دي 10 سنين جدا يعني إيه؟ ولا القلادة دي امتنان؟ ولا القلادة دي تتلاشى؟ ولا القلادة دي يوعد؟ ولا القلادة دي precious ثمينة لأن هي بتفكرني بمامتي. The colors of the old photo began to A after many years in the sunlight. بقول لك إن اللون بتاع الصورة القديمة ابتدى إن هو إيه بعد سنين كتير في ضوء الشمس. بدأ إن هو إيه؟ طبعًا to أنا عايزة بعدها فعل أو verb. عندي يا fade يا promise. طبعًا هقول لك began to fade بدأ إنه يتلاشى بعد سنين كتير في ضوء الشمس. I wrote a thank you note to show my A for all the help I received. بيقول لك أنا كتبت ملاحظة شكر علشان أظهر A على كل المساعدة اللي أنا تلقتها. أنا كتبت ملحوظة للشكر عشان أظهر A gratitude الامتنان على كل المساعدة اللي أنا تلقتها. يبقى الإجابة gratitude. بقول لك سمير made a A to finish his project on time and he worked hard to keep it. بقول لك سمير قام بإن هو هيخلص المشروع في الميعاد وهو بيعمل بجد علشان يحافظ عليه. طبعا made a promise يعني وعد إن هو يخلص المشروع في الميعاد. عندك بعد كده adjective أو صفة وهي plain. قالك plain بتيجي بمعنى بسيط أو غير مزخرف، بتيجي بمعنى سادة، وبتيجي بمعنى شاحب الوجه. فأنا عندي كلمة plain معناها حاجة سادة بسيطة simple مفيهاش نقوشات مفيهاش ألوان. عندك lift ده فعل معناه يرفع. اقول لك I can't lift the heavy box. انا مش قادر ارفع الصندوق التقيل ده. عندك كلمة ink ودي معناها حبر اللي بيكون موجود جوه القلم. كلمة clear دي صفة معناها واضح. أقول لك he made it clear هو جعل من الواضح and told us the truth وقال لنا الحقيقة. فأنا عندي كلمة clear معناها واضح. كلمة memory ودي معناها ذكرى. أقول لك I have good memories about you. أنا عندي ذكريات جيدة عنك. كلمة picture ودي معناها يتخيل أو يرسم صورة ذهنية. خلي بالك إن إحنا بناخد picture اللي هي بمعنى صورة بس بتيجي بمعنى يتخيل أو يرسم صورة ذهنية. عندك بعد كده كلمة alive وخلي بالك إن دي صفة معناها على قيد الحياة. يعني أقول لك the animal is alive الحيوان على قيد الحياة. عندك فعل اسمه realize وده معناه يدرك أو يفهم. أقول لك now I realize that I made a mistake. دلوقتي أنا أدركت أو أنا مدرك إن أنا قمت بخطأ. عندك كلمة treasure طبعا معناها كنز. كلمة discovery ودي معناها اكتشاف. بص كده لو أنا شلت الواي دي discover بس بقت فعل معناه يستكشف. طب لو حطيت واي بقت discovery اللي هي معناها اكتشاف. عندك كلمة proud ودي صفة معناها فخور. قالك proud لو جه بعدها to ولو جه بعدها of خدناها كتير. لو جه بعدها to يبقى الفعل مصدر انما لو جه بعدها of هيجي ing او noun. يعني اقول لك I am proud to teach
English. أنا فخورة أن أدرس اللغة الإنجليزية. أدي جه بعدها to والمصدر. إنما لو قلت I am proud of هقول لك I am proud of teaching. أنا فخورة بتدريس اللغة الإنجليزية. عندك بعد كده في فعل اسمه admit وده معناه يعترف. أقول لك admit you are wrong. اعترف إن أنت غلطان. عندك بعد كده كلمة folk tale ودي معناها حكاية أو قصة شعبية. عارف القصص اللي أجدادنا كانوا بيحكوها لنا، أو الناس اللي بتبقى قاعدة مثلا على القهوة ويفضلوا يحكوا قصص شعبية قديمة، فدي بقول عليها folk tale. كلمة common معناها شائع أو مشهور أو منتشر. أقول لك مثلا common tradition يعني عادة شائعة منتشرة. وساعات اجي اقول لك we have things in common، احنا بينا اشياء مشتركة، فكلمة common بتيجي بمعنى برضو مشترك. قال لك net ودي معناها شبكة. عندي كمان reach وده معناه يصل إلى. أقول لك مثلا I reached school أنا وصلت المدرسة. عندك كلمة free، خلي بالك free بتيجي كفعل بمعنى يطلق سراح أو يحرر. أقول لك you should free this pet، يجب أن تطلق سراح الحيوان الأليف اللي أنت محتجزه ده، فده كلمة free. إنما free بتيجي برضو كصفة بمعنى مجاني. عندك كلمة trapped ودي صفة معناها محاصر أو محبوس. أقول لك trapped animal حيوان محبوس. كلمة respect بتيجي كفعل بمعنى يحترم، وبتيجي كاسم كمان بمعنى احترام. نيجي للديفينيشنز أو التعريفات، ركز كده معايا. قال لي fade أو faded معناها تلاشى أو بهت. يعني ايه to lose color؟ ان الحاجة تفقد لونها and brightened وتفقد اللون بتاعها واللمعة بتاعتها، ده معناه ان الحاجة دي بهتت. عندك كلمة courage ودي معناها الشجاعة. قالك strong quality that helps you face danger or fear، يعني الميزة أو الصفة الجيدة اللي بتساعدك إن أنت تواجه الخطر والمخاوف، دي بقول عليها courage. الناس اللي عندها شجاعة بيبقى عندها سمة أو صفة بتخليهم إن هم يواجهوا الخطر والخوف. عندك كلمة decade اللي هي عقد a period of 10 years، يعني مدة 10 سنين، بقول عليه decade أو عقد. كلمة precious دي معناها ثمين أو غالي، something valuable or expensive، شيء قيم أو غالي، فده بقول عليه precious. عندك كلمة generation ودي معناها جيل، people born and living at the same time، ناس اتولدت وبتعيش في نفس الوقت، بقول عليهم جيل. كلمة gratitude يعني الامتنان، being thankful for someone's help or kindness، إنك تكون شاكر أو ممتن بمساعدة أو بطيبة شخص معين، فأنت كده عندك gratitude امتنان. كلمة promise اللي هي معناها وعد، قالك a strong agreement to do or not to do something، يعني موافقة قوية إنك هتعمل حاجة أو مش هتعمل حاجة، ده بقول عليه promise وعد. كلمة curiosity ودي معناها الفضول، a strong desire to know or learn something، يعني رغبة قوية إنك تعرف أو تتعلم شيء معين، دي بقول عليها curiosity أو الفضول. كلمة trust ودي معناها يثق، to believe in someone and feel safe with them، إنك تؤمن أو تصدق شخص وتشعر بالأمان وإنت معاهم، فأنت كده بتثق فيه. كلمة folk tale ودي معناها حكاية شعبية، a traditional story passed from one generation to another، يعني عبارة عن قصة تقليدية انتقلت من جيل لجيل تاني.
نيجي للكولوكيشنز أو المتلازمات اللفظية وركز معايا. قال لي keep a promise يعني يحافظ على الوعد، make a promise يعني يوعد. طب break a promise يعني يخلف الوعد بتاعه. يبقى أنا عندي كلمة promise بيجي معاها keep معنى يحافظ على الوعد بتاعه، بيجي معاها make بمعنى يوعد، وبيجي معاها break بمعنى يخلف الوعد بتاعه ما ينفذوش. عندك كلمة admit mistakes يعني يعترف بالأخطاء بتاعته. lose strength يعني يفقد القوة. نيجي للسينونيمز والانتونيم يا شباب. قالك courage هي bravery، الاتنين معناهم الشجاعة. طب لو أنا شلت ال RY اللي في الآخر بقت brave بمعنى شجاع. طب عكس الشجاعة fear الخوف، weakness الضعف. عندك كلمة kindness ودي معناها العطف أو الطيبة، هي goodness أو generosity الكرم والطيبة. طب عكسها hatred الكراهية. أنا عندي الطيبة أو العطف عكسها hatred الكراهية. كلمة living هي alive، الاتنين معناهم حي أو على قيد الحياة، عايش يعني. طب عكسها dead ميت. عندك كلمة valuable هي precious هي expensive، التلاتة معناهم غالي أو قيم. طب عكسها cheap رخيص أو worthless يعني عديم القيمة، حاجة ملهاش قيمة. كلمة gratitude معناها الشكر أو الامتنان، هي thankfulness معناها الشكر، عكسها ingratitude. يعني أنا عندي in هنا أو البريفكس in ادتني عكس المعنى. gratitude يعني الامتنان، ingratitude يعني عدم الشكر. كلمة normal هي ordinary أو common معناها طبيعي أو عادي. طب عكسها إيه؟ rare نادر، unusual غير مألوف. نيجي للبريفكس والسفكس يا شباب. قالك إن أنا عندي بص كده wood معناها خشب، دي اسم، لما أحط لها en بقى معناها خشبي، ادتني صفة. طبعا احنا عارفين ال ION بتديني الاسم generation يعني جيل، وعندك ال RE بتديني معنى مرة أخرى. tell يعني يخبر، retell يعني يعيد إخبار أو يعيد سرد. قالك كلمة curious دي صفة معناها فضولي. طب ال ITY دي خلتها اسم معناها الفضول أو حب الاستطلاع. طبعا احنا عارفين ان انا عندي ال LY بتديني دايما الحال او الظرف اللي هو الادفيرب، وعندك هنا ال CE ادتني الاسم patience يعني الصبر، ness ادتني الاسم kindness يعني الطيبة. نيجي للافعال او الverbs. قالك hold فعل معناه يمسك، الماضي منه held والتصريف الثالث held. عندك keep فعل معناه يحافظ على، الماضي منه kept والتصريف الثالث kept. عندك lose معناه يفقد أو يخسر، الماضي منه lost والتصريف الثالث lost. قالك break معناها يكسر وبتيجي بمعنى يخلف، فاكرين break a promise يخلف وعده، الماضي broke والتصريف الثالث broken. عندك teach يعني يعلم أو يدرس، الماضي taught والتصريف الثالث taught. طيب ده بالنسبة للverbs الأفعال. تعالى كده نقرا التكست ونشوف بيقول لك إيه. بيقول لي هنا when سلمى opened the old wooden box، لما سلمى فتحت الصندوق الخشبي القديم، يبقى أنا عندي كلمة wooden خشبي وبوكس يعني صندوق. she was surprised هي كانت متفاجئة. ليه؟ The box itself looked plain and normal from the outside. بيقول لك إن الصندوق من الخارج أو من بره كان شكله سادة وطبيعي ومفهوش أي حاجة. ثانية واحدة. يلا يا شباب. Yet in her hands it already felt strange and precious.
بيقول بس لما مسكته في ايديها كانت حاسة ان الصندوق ده قيم كانت حاسة ان هو قيم وغريب. With slow careful fingers she lifted out a folded yellowed letter. بيقول هنا ببطء وبحرص رفعت بايديها او بصوابعها كده، هي خدت جواب او خطاب لونه اصفر كان folded يعني متطبق متني كده. The paper was old and though the ink had faded with time. بيقول ان الورق كان قديم وكمان الحبر تلاشى بمرور الوقت. The words were still clear enough to read. بيقول لك بس الكلمات كانت لسه واضحة للقراءة، هي قدرت تقراها. Decades earlier her grandfather had written this message to her mother. بيقول لك من عقود جدها كتب الرسالة دي لمامتها wishing her a life filled with courage, kindness and strong hope. واتمنى لها حياة مليانة بالشجاعة والطيبة والأمل القوي. As Selma's eyes moved across the lines, she felt that she was holding far more than paper. بيقول هنا لما عين سلمى شافت كده السطور اللي جدها كان كاتبها لمامتها، هي حست ان هي كانت ماسكه حاجه ثمينه اكتر من ان هي تكون ورقه. She was holding her family's living memory. هي كانت حاسه ان هي ماسكه الذكرى بتاعه العيله بتاعتها اللي كانت ذكرى بالنسبه لها بالجواب ده، ذكرى ما زالت حيه. A piece of its heart. كانت حاسة إن هي ماسكة قطعة من قلب العائلة. She pictured her grandfather quietly sitting at a desk, shaping each word with patience and love. بيقول إن جدها كان كاتب الرسالة أو اللتر أو الخطاب ده كان كاتبه بحب وبصبر. Smiling warmly, Salma realized this treasure had been kept for generations and now she too was part of its story. بيقول إن سلمى حست إن التريجر أو الكنز اللي كان في الصندوق ده تم الحفاظ عليه لأجيال، ودلوقتي هي أصبحت جزء من القصة ready to carry its light forward، مستعدة ان هي تمضي قدما او تكمل. خلي بالك ان التكست او النص في معظم الاحيان اكيد بيبقى مفيد. ليه؟ لان هو بيعرفك او بيحط لك من الاخر الكلمات في جملة. اوكي تعالى نشوف فروق الكلمات. بص كده، قال لي ان انا عندي ايه الفرق بين decade, century وميلينيوم. بص كده معايا، قال لي كلمة decade و century. decade معناها من الآخر 10 years 10 سنين. century معناها قرن 100 years 100 سنة. يبقى decade 10 years 10 سنين، century 100 years 100 سنة. إنما أنا عندي كلمة millennium دي معناها ألفية اللي هي 1000 years 1000 سنة. فأنا عندي ده الفرق بين التلاتة 10 years 100 years 1000 years. فأنا عندي ده الفرق بين التلاتة. قال لي طب إيه الفرق بين كلمة living و alive و lively؟ بص كده، كلمة living بتيجي بمعنى معيشة وبتيجي بمعنى حي. يعني أجي أقول لك she earns her living by teaching، يعني هي بتكسب المعيشة بتاعتها أو من الآخر قوت يومها يعني عن طريق التدريس، فده معنى كلمة living. إنما alive دي صفة معناها على قيد الحياة اللي هي عكسها dead ميت، يعني alive معناها عايش، عكسها dead ميت. وعندك كلمة lively دي صفة تانية معناها مرح أو مفعم بالنشاط، حيوي، زيها زي active كده نشيط. فدي الفرق بين التلاتة. عندك كلمة gift وكلمة reward وكلمة award.
قال لك gift ودي معناها هدية، إنما reward دي معناها مكافأة على عمل أو سلوك. يعني gift دي أي حد ممكن يجيب لك هدية، إنما reward دي مكافأة، أنت عملت حاجة فمثلا ماما حبت إن هي تكافئك على حاجة أنت عملتها. إنما award دي جايزة رسمية. جايزة رسمية يعني إيه؟ كسبت مسابقة فخدت award جايزة، كسبت سباق، فزت بحاجة، فأنا عندي أدي الفرق بين التلاتة. نيجي هنا للإكسبريشنز والبريبوزيشنز. بصلي هنا كده، قال لك كلمة look plain يعني يبدو سادة أو يبدو شاحب بدون زخرفة أو بدون ألوان. إنما عندك كلمة far more than paper يعني أكتر من مجرد ورقة. عندك smile warmly يعني يبتسم بحرارة. write down معناها يدون أو يسجل ملاحظة. كلمة keep its meaning alive يعني يبقى أو تبقى معناها حيا، زي اللتر أو الجواب اللي هي لقيته. set it free يعني أطلق سراحه. keep your promise يعني إن أنت تحافظ على الوعد بتاعك تعمله. نيجي بقى للprepositions أو حروف الجر. قال لك left out يعني يرفع أو يخرج. faded with time يعني يتلاشى مع الوقت. كلمة left forever يعني غادر للأبد. كلمة kept for generations يعني تم الاحتفاظ بيه الأجيال. ready to carry its light forward يعني مستعد إنه يحمل نوره للمستقبل أو يكمل يعني. قال لك clear enough to read يعني واضح بطريقة كفاية إنه يتم قراءته. move across lines يعني يتحرك عبر السطور. a piece of its heart يعني قطعة من قلبها. وكلمة with deep gratitude يعني بامتنان عميق. قال لك for the next generations يعني للأجيال القادمة. belong to ينتمي لي. وعندك fly away يعني يطير بعيدا. ده كان lesson 1 و 2. تعالى كده نكمل مع بعض. هنيجي للجرامر اللي هو by the way بيكلمني عن past perfect أو الماضي التام. يلا كده نشوف بيتكلم عن إيه، ولا خلي الجرامر للآخر. تعالى نكمل الكلمات الأول وبعدين نشوف الجرامر مع بعض. يلا يا شباب نشوف اتأكد من المايك. قال لك إن أنا عندي أول حاجة وهي كلمة cruel. يعني إيه يا ميس cruel؟ يعني قاسي. unkind حد مش طيب، شرير يعني. فأنا عندي ده معنى كلمة cruel ودي معناها قاسي، عكسها kind طيب عطوف. عندك كلمة servant. يعني ايه servant؟ يعني خادم، الشخص اللي بيساعد في المنزل في القصر ايا كان، فبقول عليه servant. عندك كلمة slippers. طبعا slippers اللي هو الحذاء بنقول عليه شبشب فاسمه slippers. كلمة mid يعني منتصف، ونايت يعني الليل. midnight يعني منتصف الليل. عندك انت حافظ كلمة sisters وحافظ step اللي هي معناها خطوة، فستيب sisters معناها اخوات غير شقيقات، يعني اخوات بس مش نفس الام او مش من نفس الاب. كلمة fairy tale معناها حكاية خرافية او قصة خرافية خيالية مش حقيقية، اسمها fairy tale. طيب وعندك كلمة fairy معناها ساحرة، تيجي معنى جنية او شخصية خيالية. عندك كلمة reward لسه واخدينها قلنا معناها يكافئ. يلا نحل كده. قال لك step sisters اخوات غير شقيقات، slippers حذاء، fairy tale يعني حكايه خياليه، cruel قاسي، midnight منتصف الليل. بقول لك the A king ordered his soldiers to banish anyone who broke the rules. بقول الملك الاي امر الجنود بتاعه انه يعاقب اي حد يخرق القوانين او لا يتبع القوانين. هقول ايه بقى؟ The cruel king يعني الملك القاسي امرهم ان هم يعاقبوا اي حد ما يلتزمش بالقانون. The old lady has to help her with the housework. بقول ان السيدة العجوزة لديها ان هي تساعد في الاعمال المنزلية. بص كده معايا. بقول لك هنا
the old lady has to help her with the housework. بيقول لك ان السيده العجوزه عندها ايه عشان يساعدوها في الاعمال المنزليه، وجايب لك بعدها سندريلا wears glass for the royal party. بقول ان سندريلا ترتدي زجاجي للحفلة الملكية. طبعا عندي glass slippers حذاء زجاجي. Every night the children asked the grandmother to read a. بقول هنا ان كل ليلة الاطفال بيطلبوا من جدتهم ان هي تقرا لهم ايه؟ fairy tale قصة خيالية. وهنا بقول لك ان السيدة العجوزة لديها ايه عشان يساعدوها في الاعمال المنزلية؟ الاجابة هتبقى step sisters اخوات غير شقيقات. عندك بعد كده كلمة prince ودي معناها أمير، وكلمة royal يعني ملكي. لما جه قال لك royal party حفلة ملكية. كلمة death معناها الوفاة أو الموت. خدنا في lesson 1 and 2 dead اللي هي معناها ميت. طب يعني إيه الموت؟ يعني death. عندك admire معناها يعجب بيه. كلمة treat معناها يعامل. أقول لك you should treat children with kindness. لازم تعامل الأطفال بطيبة. قال لك marry ده فعل معناه يتزوج. كلمة replace معناها يستبدل، إن أنت تحط حد أو حاجة مكان حاجة تانية فأنت بدلتهم ببعض. عندك step mother يعني زوجة الأب، يعني أنا عندي step sisters يعني إخوات غير شقيقات. طب step mother يعني زوجة الأب. عندك كلمة suffer ده فعل مهم بيجي معاه from وده معناه يعاني من. أقول لك she suffers from diabetic هي تعاني من السكر. عندك كلمة pumpkin دي معناها نبات اليقطين اللي هو لونه برتقاني وكبير كده. كلمة gentle دي معناها لطيف أو رقيق. وعندك bride ودي معناها عروسة. خلي بالك في فرق بين pride وbride، دي معناها عروسة إنما دي معناها الفخر. كلمة carriage ودي معناها عربة تجرها الخيول أو الأحصنة. عندك كلمة beauty ودي معناها الجمال. magic معناها السحر. يلا نشوف الكلمة كده ومعناها ومضادها. قالك fit هي suit أو match. عندك عكسها mismatch أو unsuitable. عندك كلمة fit أو suit أو match معناها يناسب أو يلائم. طب عكسها mismatch أو unsuitable يعني غير مناسب. كلمة kind hearted معناها طيب القلب. هي gentle أو kind معناها طيب. طب عكسها إيه؟ عكسها cruel قاسي. كلمة excited هي thrilled أو eager معناها متحمس. طب عكسها bored calm يعني ممل أو هادئ شاعر بالملل أو شاعر بالهدوء. عكسها حد متحمس. قالك beautiful هي pretty أو lovely التلاتة معناهم جميل. طب عكسهم إيه؟ ugly قبيح. كلمة magical هي enchanting أو charming معناها ساحر أو فاتن. عكسها إيه يا ميس؟ realistic واقعي. قالك cruel هي mean أو unkind. خلي بالك mean معناها وقح و unkind يعني غير طيب أو قاسي. عكسها إيه؟ kind طيب. عندك كلمة beloved هي admired معناها محبوب. طب عكسها hated مكروه. قالك dazzling هي stunning أو shining معناها مبهر أو خاطف للأنظار. طب عكسها dull باهت خافت ممل. قلنا قبل كده ان انا عندي ال ly بتديني الظرف او بتديني الحال.
comfortably معناها براحة، وعندك unhappily يعني بحزن، greatly يعني بشكل هائل أو بعظمة. نفس الكلام ال en ادتني الصفة. قلنا wood يعني خشب، wooden خشبي، gold يعني الذهب، golden ذهبي. ودايما on بتديني عكس المعنى، unfairly بعدم انصاف، unhappily بحزن، unkind يعني قاسي. عندك imagine معناه يتخيل، طب imaginary معناها معناها خيالي. magic يعني السحر، طب magical سحري. وعندك beauty يعني الجمال، انما beautiful يعني جميل. نيجي للكولوكيشنز او المتلازمات اللفظيه. قال لك do tasks يعني يقوم بالمهام، do housework يقوم بالاعمال المنزليه، lose hope يفقد الامل، lose patience يعني يفقد الصبر. اوكي، تعال نشوف فروق الكلمات. قال لك الفرق بين magic magical imaginary. قال لك magic معناها السحر او الخدعه السحريه، عارفين اللي هو الناس اللي بتيجي تعمل سحر وخدعه وتقول لك مش عارفه، فده بقول عليه magic. طب magical دي الصفه بوصف بيها حاجه، اقول لك مثلا the garden looked magical الحديقه كانت تبدو ساحره رائعه. انما كلمه imaginary دي معناها خيالي او غير واقعي، اقول لك imaginary world عالم خيالي، عالم غير واقعي. بص كده، قال لك عندك حاجه اسمها the most beloved الاكثر شيوعا، اكتر حاجه منتشره. كلمه tell the story يعني يحكي القصه، work as a servant يعني تعمل كخادمه. قال لك do tasks تقوم بالمهام، all hope seems lost يعني كل الامل او كل الامنيات تلاشت. كلمة happily ever after يعني تستمر السعادة للأبد، leave behind يعني يترك خلفه، good nature يعني طبيعة أو طيبة بطبيعتها، حد طيب وهو طيب مش بيتصرف كده. treat unfairly يعني يعامل بظلم. عندك once upon a time معناه ذات مرة أو كان يا مكان. كلمة let her go تسمح لها بالذهاب. suffer greatly يعني يعاني بشدة. live comfortably يعني يعيش بشكل مريح. عندك after the death of يعني بعد موت، dream of يحلم بيه، replace something with يستبدل حاجة بحاجة. وعندك run away يعني يهرب، search for يبحث عن، reward with يكافئ بيه. كلمات اليونت لذيذة، والجرامر كمان والله سهل، بس لازم تركز وانت بتحل. نيجي لاخر 2 lessons معايا وركز كده. قال لك ان انا عندي كلمه fear ودي معناها الخوف، عكسها خدناها في lesson 1 and 2 courage الشجاعه. كلمه fear الخوف عكسها الشجاعه. كلمه summarize ده فعل معناه يلخص، يعني اقول لك you should summarize the lesson لازم تلخص الدرس. كلمة moral ودي معناها مغزى أو درس مستفاد، أقول لك what is the moral of the story إيه هو الدرس المستفاد من القصة. عندك كلمة manage يعني يدير، أقول لك my father manages a big company والدي يدير شركة كبيرة. كلمة fable يعني حكاية خرافية أو قصة خيالية ملهاش دعوة بالواقع. mystery كلمة مهمة معناها سر غامض أو معناها الغموض. يلا نحل. بيقولك عندك كلمة moral مغزى أخلاقي، fear الخوف، summarize يلخص، interest اهتمام، manage يدير. بقولك students A their time to study and do their hobbies. بقولك الطلاب ايه الوقت بتاعهم لكي يدرسوا ويقوموا بهواياتهم. ايه بقى؟ انا عايزه هنا فعل، مفيش فعل هنا غير summarize وmanage. انا عايزه اقول ان الطلاب ايه بقى؟
بيلخصوا وقتهم ولا بيديروا وقتهم؟ طبعا الإجابة بيديروا وقتهم، فالإجابة manage. He had a when he saw a bear. بقول لك هو كان عنده ايه لما شاف الدب؟ لما شاف الدب اكيد هيكون عنده ايه؟ fear، خوف. The A of the story is to be honest. بقول لك الايه من القصة انك تكون صادق. طبعا دي the moral، المغزى الاخلاقي. After reading the story، بعد قراءة القصة we had to add the main events in our words in own words. لازم اننا نعمل ايه في الأحداث الأساسية بكلماتنا احنا. طبعا الإجابة to summarize، اننا نلخص. عندك بعد كده كلمة childhood معناها الطفولة، كلمة character معناها الشخصية، choice ودي معناها اختيار. قالك voyage رحلة، بس خلي بالك رحلة بحرية في البحر فقط. كلمة sailor ودي معناها بحار، جاي منها الفعل sail يبحر. عندك bedtime معناها وقت النوم، details ودي معناها التفاصيل، action معناها حركة، وsuccess يعني النجاح. عندك كلمة ending ودي معناها النهاية، كلمة shock يعني صدمة، أقول لك she wasn't shocked، هي كانت في صدمة. كلمة twists معناها منعطفات وبتيجي بمعنى تقلبات في الأحداث. عندك overjoyed يعني سعيد جدا، مبسوط جدا، فرحان قوي. وعندك hopeful معناها متفائل. كلمة talent show يعني عرض المواهب أو برنامج المواهب، فاكرين Arabs Got Talent اللي هو كان بيعرض المواهب ده زيه كده. عندك كلمة winner معناها الفائز وجاي منها الفعل win يفوز. سيناريو اللي هو السيناريو أو القصة التخيلية اللي بيكتبوها. competition ودي معناها منافسة أو مسابقة. وعندك adventure دي معناها مغامرة. نيجي للسينونيم والانتونيم. قال لك كلمة hopeful هي optimistic معناها متفائل، عكسها disappointed أو pessimistic اللي هي محبط أو متشائم. كلمة unexpected غير متوقع هي surprising أو sudden معناها مفاجئ أو غير متوقع، عكسها expected أو usual يعني متوقع أو معتاد. كلمة disappear هي vanish معناها يختفي أو يتلاشى، عكسها appear يظهر. عندك fear هي panic أو worry معناها خوف أو قلق، عكسها courage شجاعة. بص كده، طبعا اتفقنا برضو ان انا عندي ال why بتديني الحال او الظرف، unexpectedly يعني على غير المتوقع. طيب قالك ان انا عندي ال IZY ادتني الفعل، summarize يعني يلخص. وعندك hopeful دي ادتني الصفة معناها مفعم بالأمل. عندك hood اللي هي childhood ادتني الاسم. كلمة overjoyed ادتني معنى بشكل زائد. وعندك ال ED ادتني الصفة. تمام، ده كان آخر 2 lessons. تعال نشوف الجرامر ونحل عليه، يلا ركز معايا كده. دلوقتي الدرس الموجود عندنا هو درس بجد الاختصار بتاع الدرس كله في العنوان بتاعه بجد. يعني انت فهمت العنوان وفهمت يعني ايه، خلاص الدرس بالنسبه لك بكل بقى النوتس باللينكرز بكل الحاجات دي بالنسبه لك الدرس خلاص. ايه هو بقى؟ قال لي النهارده هنتكلم عن زمن انت خدته قبل كده. هو ايه؟ قال لي هناخد the past perfect. ايه يا ميس ده past perfect؟ قال لي هو الماضي التام. طيب قبل ما اقول لك the past perfect او الماضي التام، خليني برضو اقول لك على حاجة مهمة.
أي مرة في أي زمن هتلاقي في كلمة perfect يبقى على طول تقول لي يا ميس طالما عندي كلمة perfect أو كلمة تام فأكيد أنا هلاقي verb to have اللي هو have أو has أو had. وطبعا verb to have دايما بيجي بعده ال past participle أو الفعل في التصريف الثالث. ركز معايا كويس لأن أول جزء في الدرس هو أهم جزء موجود عندي. أنا دلوقتي بقول لك أي مرة في أي زمن، والله جيت قلت لك أنا عندي النهاردة زمن ال past، عندي النهاردة زمن ال present، عندي النهاردة زمن ال future perfect، أيا كان جيت قلت لك عندي past perfect، present perfect، future perfect، من غير ما تفكر تعرف إن أنا طالما عندي كلمة perfect فأنا هلاقي verb to have اللي هو إيه؟ have و has و had والpast participle أو الفعل في التصريف الثالث. فدي أول معلومة موجودة عندي. يبقى هو أول معلومة كلمة perfect يعني أنا هلاقي verb to have. تاني معلومة لقيت verb to have اللي هو have أو has أو had، فأنا هلاقي بعدهم ال past participle أو الفعل في التصريف الثالث. يبقى أنا كده كل اللي أنا قلته لك معلومتين، أظن مفهومش أي مشكلة خالص. طب بص كده، إحنا عارفين ومتفقين مع بعض إن أنا عندي have و has دول إيه؟ دول present مضارع، إنما had دي إيه؟ past ماضي. فبالذكاء كده لما أجي أقول لكم يا شباب النهاردة إن شاء الله عندنا زمن the past perfect الماضي التام، فأنا هاخد have و has ولا had؟ أكيد طبعا يا ميس هاخد had، أنت بتقولي لي ماضي. يبقى بص كده النهاردة الدرس بتاعي بيكلمني إمتى أستخدم subject had والpast participle أو الفعل في التصريف الثالث. ده درس النهاردة، إمتى أكتب had والتصريف الثالث. وركز كده معايا، بص كده النهارده مضطرين نرسم التايم لاين او الخط الزمني لانه مهم جدا جدا. قال لي ايه التايم لاين ده؟ خط الزمن. يعني انا عندي في النص now الان، اللحظه اللي انا وانت بنتكلم فيها دي دلوقتي حالا. طيب كل اللي بعد now، كل اللي بعد now ده future مستقبل. طب كل اللي قبل now، كل اللي قبل now ده past ماضي. ماشي يا ميس ياسمين، كلام جميل ما فيهوش اي حاجه. ايه بقى يعني؟ مش فاهم يعني ايه برضو. احنا بس كده متفقين ان انا عندي ده now الان، حاجه بتحصل دلوقتي، ده future مستقبل لسه هيحصل، وده past ماضي. فانا بقول لك ايه؟ ادي عندي الساعه 9 وادي عندي الساعه 10. انا بقول لك صحيت الساعه 9 نزلت الساعه 10. ثانيه واحده، هو صحيت الساعة 9 ونزلت الساعة 10، هو مش الساعة 9 والساعة 10 دول الاتنين فين؟ في الماضي. ما احنا لسه متفقين أي حاجة قبل ناو ماضي، صح؟ يعني أنا عندي الحدثين الاتنين ماضي، سواء الساعة 9 أو الساعة 10. خلينا نقول إن الساعة دلوقتي 12، فأنا بالنسبة لي 9 و10 دول إيه؟ ماضي. أنا الساعة دلوقتي 12. ماشي يا نيس، برضو ايه المشكلة؟ أنا بقول أنا صحيت الساعة 9 ونزلت الساعة 10، إيه اللي حصل الأول؟ صحيت الأول، صح؟ طالما أنت صحيت الأول يبقى أنا الحاجة اللي أنا عملتها الأول دي الباست بيرفكت. فأنا بص هقول لك إيه؟ I had got up. لا مش فاهم، يلا بص معايا كده. أنا بقول لك أنا اتخرجت وبعدين اشتغلت، هو أنت عملت إيه الأول؟ اتخرجت الأول، يبقى أنا هقول I had graduated. طب يلا أنا بقول لك أنا ذاكرت وبعدين نمت، عملت إيه الأول؟ ذاكرت الأول، يبقى أنا هقول لك I had studied.
يعني انت عايزه تقولي لي ايه يا ميس؟ بص كده معايا. قال لي ان انا عندي الباست بيرفكت او الماضي التام هو الحدث الاول، الحدث الاقدم، الحاجه اللي حصلت الاول. يعني انا بقول لك زي الامثله اللي عندي دي، انا قلت لك انا اتخرجت وبعدين اشتغلت، انا عندي كام حدث؟ حدثين. ايه اللي حصل الاول؟ اتخرجت، عشان كده قلت had graduated. طيب بقول لك انا صحيت وبعدين نزلت، ايه اللي حصل الاول؟ صحيت، عشان كده قلت had got up. طيب بقول لك انا ذاكرت الاول وبعدين نمت، ايه اللي حصل الاول؟ ذاكرت الاول، عشان كده قلت had studied. ايه ده بس؟ والله. فانا عندي بيقول لي ايه بقى على، بيقول لي ايه بقى على الماضي التام ده؟ قال لي ان انا عندي الماضي التام ده عبارة عن حدثين في الماضي. كم حدث؟ 2. بص كده، قال لي الماضي التام ده عبارة عن حدثين في الماضي. الحدث، بص كده اكتبها لك بلون احمر، الحدث الاول او الحدث الاقدم اللي حصل اول حاجه ده بيبقى ماضي تام، اللي هو had والتصريف الثالث. طب والحدث الثاني اللي حصل بعد كده ده بيكون ماضي بسيط، اللي هو V2 او الفعل في التصريف الثاني. تعال ناخد مثال. انا بقول لك يلا كده، انا اتخرجت بعد كده اشتغلت، فانا هقول لك ايه؟ هقول لك هنا هو انا عملت ايه الاول؟ اتخرجت، يبقى انا هقول I had graduated, then I worked. ثانية واحدة، هي الجملة اللي عندك دي كم حدث؟ 1 ولا 2؟ لا يا ميس أنا عندي 2، أنا عندي أدي حدث وأدي حدث تاني. طيب إيه اللي حصل الأول؟ اشتغل الأول ولا اتخرج الأول؟ يا ميس وأنا أعرف منين؟ لا، أنت تعرف من الجملة، طالما هنا في had وتصريف تالت يبقى ده the first action، ده اللي حصل الأول، ده الأقدم. طب وده حصل بعد كده، ده second action، الحدث الثاني. نفس القصة بتاعت الساعة 9 والساعة 10. يعني أنا بقول لك مثلا الساعة 9 صحيت، الساعة 10 نزلت. إيه اللي حصل الأول؟ 9، اللي هيحصل في 9 ده هيكون had والتصريف الثالث. طب والساعة 10؟ لا، ده هيكون past simple أو ماضي بسيط. عايزه اقول لك الدرس كله اقسم بالله في الحته دي، كل الدرس في الحته دي. يعني عايزه اقول لك بعد ما اخلص دلوقتي هنقعد ناخد ايه بقى؟ نوتس، ملاحظات، شويه كلمات تحفظها، شويه ملحوظات تخلي بالك منها. انما اصل واساس الدرس ان انت تعرف الفكره، ان انا عندي حدثين، في حدث اول وحدث تاني. اللي بيحصل الاول هحط له had وتصريف تالت. طب اللي بيحصل بعد كده ده بيبقى past simple عادي جدا. قال لي بس خد بالك من حاجة، أنا عندي ممكن الحدث الثاني ما يكونش ماضي بسيط، إنما يكون فترة عدت في الماضي. يعني أجي أقول لك إيه؟ by 2020 I had graduated. أنا بقول لك قبل سنة 2020 أنا اتخرجت. إيه اللي حصل الأول؟ اتخرج الأول. عرفت منين؟ ما أنا عندي had وتصريف تالت. فممكن الحدث التاني أو الجملة التانية تبقى past simple ماضي بسيط، وممكن تبقى فترة أو وقت في الماضي. يبقى أنا عندي آدي أهو كلمة past perfect أو آدي كلمة ماضي تام. فأنا عندي آدي الماضي التام بتاعي هو الحدث الأقدم. وصدقني التايم لاين ده
او الخط الزمني ده لازم ترسمه في الكشكول بتاعك وتبقى فاهم ان انا عندي كل اللي فات ده ماضي، كل ده ماضي، بس اللي حصل الاول بص هو اكتب لك اهو first action وده هنا second action. الفيرست اكشن دايما بيكون هاد وتصريف تالت، والسكند بيكون past simple او ماضي بسيط. ماشي يا ميس ياسمين؟ تعالى بقى ناخد ادي عندي اهو الجمله بتاعتي او شكل الفعل بتاعي هاد وتصريف تالت. طب لو انا عايزه انفي يا ميس، يعني انا عندي اهو يا ترى النيجاتيف او النفي بتاع الباست بيرفكت ايه؟ قال لي بص كده هحط السبجكت نفس الكلام وبعد كده hadn't والpast participle او الفعل في التصريف الثالث. يبقى انا عندي عشان انفي الباست بيرفكت او الماضي التام انا بنفيه بنوت، وبرده الفعل عندي V3 او فعل في التصريف الثالث، فانا عندي ادي النفي. طب يا ميس الكويستشن السؤال قال لي الكويستشن السؤال لو يس اور نو هبدأ بهاد والسبجكت وبعد كده الباست بارتيسيبل او الفعل في التصريف الثالث. لو WH كل اللي هزوده في الاول ال WH word او كلمة الاستفهام. فانا عندي ادي اللي هي بيقولوا عليها ايه؟ اساسيات الزمن بتاعي، اللي هو ادي الجمله المثبته، الجمله المنفيه، وادي السؤال. يبقى انا عندي اهو اهم حته عندي ايه؟ هي الحته دي، انك تعرف يعني ايه past perfect او يعني ايه ماضي تام. طيب بص كده، تعالى كده نبص برده في الشيت او في الملزمه بتاعتي. بص كده معايا ادي اهو، طبعا انتوا فاهمين وعارفين احنا بنمشيها numbers، يعني ارقام بنمشيها steps. ليه؟ علشان تبقى انت لام الدرس. ادي نمبر 1 2 3. اتفضلي ايه بقى؟ 4. ايه هي؟ passive المبني للمجهول. ازاي اعمل passive للpast perfect او للماضي التام؟ احنا كده كده متفقين مع بعض ان انا عندي اي passive في الدنيا انا ببتدي بالobject بالمفعول، والفعل دايما past participle في التصريف الثالث. دول حاجتين دول ثابتين معايا في اي passive او في اي مبني للمجهول. طب وفي النص هحط had، بس لا، لازم احط كلمه تعمل لي الباسيف اللي هي verb to be، اللي هي ايه بقى؟ been. يبقى انا عندي ادي الباسيف بتاعي، هبدا بالاوبجكت الفعل تصريف ثالث وفي النص هحط had been. تعالى ناخد امثله على كل دول، بس برضو لمن الدرس معايا او دي السبوره بتاعت الباست بيرفكت او بتاعت الماضي التام قبل ما ناخد امثله بقى واسئله ونشوف الدرس بيقول لي ايه. بس ادي اهو الفور ثينكس اللي انت المفروض تعرفهم عن الباست بيرفكت او الماضي التام. يعني ايه ماضي تام؟ هو الحدث الاول او الحدث الاقدم، اكونه ازاي؟ had والتصريف الثالث، انفي ازاي؟ بنوت، وادي السؤال، وادي الباسيف بتاعي. نيجي نشوف بقى الاكزامبلز او الامثله او كل الحاجات دي برضو على الفور كيسز او الاربع حاجات اللي عندنا دول. فسمي الله كده، بص معايا كده اهو، انا ابقى عارفه ان انا اول اكزامبل او اول مثال عندي على الجمله المثبته بتاعتي. فبص كده انا هقول ايه، لو كانوا بس نزلوا السبوره تحت شويه كان الموضوع يبقى احسن. بس يلا بص كده هقول لك ايه. بقول لك they had bought the tickets before the match started. وادي اول جمله معايا. بص كده بقول لك ايه، بقول لك هم اشتروا التذاكر قبل ما الماتش يبتدي. انا عندي كام اكشن؟ انا عندي حدثين، في حاجتين حصلت، اشتروا التذاكر والماتش ابتدى. طيب ايه اللي حصل الاول؟ اشتروا التذاكر الاول، فانا عندي مع الفيرست اكشن
مع الحدث الأول، فأنا عملت إيه؟ أنا حطيت الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو had والتصريف الثالث. طب والحدث الثاني اللي هو the match started، لا ده زمن الباست سمبل أو V2 أهو الفعل في التصريف الثاني. فدي أول جملة عندي، بقول لك حاجة حصلت قبل حاجة، اشتروا التذاكر الأول والماتش ابتدى بعد كده. طب لو أنا عايزة أنفي، أدي أهو تاني حاجة، كل اللي أنا هعمله في الجملة اللي فوق دي إن أنا هحط not. يعني بص كده هقول لك إيه؟ هقول لك they hadn't bought the tickets before the match started. فأنا هنا نفس الكلام، أدي حدثين، إيه اللي حصل الأول؟ أهو ده اللي حصل الأول، عشان كده حطيت الباست بيرفكت had والتصريف التالت. فأنا بقول لك هم ما اشتروش التذاكر قبل ما الماتش يبتدي، فأنا عندي اهو حاجة حصلت الأول وحاجة حصلت بعد كده. فأنا عندي اهو أدي تاني حاجة. طب تالت حاجة يا ميس إيه؟ السؤال. أجي أقول لك إيه؟ had they bought the tickets before the match started. فأنا عندي هنا بسألك سؤال، بقول لك هل هم اشتروا التذاكر قبل ما الماتش يبتدي أو قبل ما المباراة تبتدي؟ فأنا عندي أدي had subject وبعد كده الباست participle أو الفعل في التصريف الثالث. طب يا ميس وعندي الباسيف أو المبني للمجهول، أدي عندي الباسيف أو المبني للمجهول أهو. كل اللي أنا هعمله إيه؟ إن أنا هبدأ بالأوبجكت أو المفعول. إيه المفعول؟ بقول لك هم اشتروا التذاكر، يبقى إيه المفعول؟ التذاكر. يبقى أنا أهو هقول the tickets، التذاكر، أدي المفعول. وقلنا بعد المفعول بجيب إيه؟ had been أهو had been، وبعدها الفعل في التصريف الثالث اللي هو bought، وبعد كده كمل الجملة before the match started. يبقى أنا عندي آدي أهو آخر واحدة الباسيف، بقول لك التذاكر تم شراءها قبل ما الماتش أو قبل ما المباراة تبدأ. عايز تذاكر صح؟ أول حاجة تقسم الدرس، تاني حاجة points نقاط زي ما احنا عاملين، واكزامبلز أو أمثلة، ويحبذ إن الأمثلة تكون طول السنة نفس المثال عشان تبقى فاكر وما تتلخبطش. فأنا عندي آدي أهو الأساس بتاع الدرس، يعني أنا عندي أهو السبورتين دول أهو، أدي السبورة دي والسبورة بتاعت الأمثلة، هي دي الباست بيرفكت أو هي دي الماضي التام، ده الأساس بتاع الدرس بتاعي. نيجي دلوقتي يا ميس هناخد إيه؟ هناخد نوتس، ملاحظات على الدرس بتاعي. يعني إيه؟ ركز كويس معايا. قال لي الدرس ده جزء كبير جدا 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 منه بيكلمني عن linkers أو بيكلمني عن الروابط اللي بتيجي مع الدرس ده. فخد بالك احنا الشرح شرحناه، اللي أنا هكلمك عنه ده دلوقتي حفظ. أول ما أجي أقول لك نوتس وملاحظات تقول لي يا ميس خلاص ملاحظات يبقى الحتة دي حفظ. يلا يا شباب بص كده معايا، زي ما أنا قلت لك لما أجي أقول لك يلا يا جماعة أصل احنا عندنا نوتس أو عندنا ملاحظات، فده معناها إيه؟ معناها لو انت عارفها وحافظها هتحلها، طب مش عارفها ومش حافظها مش هتحلها. يعني كل اللي انا جايه اقوله لك دول جايه اقول لك الكلمه دي لو لقيتها هيجي بعدها كذا، ودي لو لقيتها هيجي بعدها كذا، ودي لو ما جاش معاها مثلا فاعل هجيب بعدها كذا. فكل دي عباره عن نوتس او ملاحظات، انت عارفها خلاص الدرس معاك، مش عارفها هيبقى في اسئله انت مش عارف تحلها على عكس الاسئله بتاعه الفهم. ايه هي؟ قال لي ان انا اول حاجه عندي حاجه اسمها time connectors أو الروابط الزمنية. يعني إيه؟
بيقول لك ان انا عندي في كلمه اسمها before، وكلمه اسمها by the time، وكلمه اسمها when. الثلاثه دول انا عندي كلمه before و by the time معناهم قبل، و when معناها عند او عندما. طيب قال لي ان انا عندي دول بيجي بعدهم ايه؟ قال لي مش احنا متفقين ان انا عندي حدث اول وحدث تاني، او حدث اقدم وحدث احدث، صح؟ قلنا ان اللي بيحصل الاول هو الباست بيرفكت او الماضي التام. طب قال لي كلمه before by the time اللي هي معناها قبل، لا هيجي بعدها الحدث الثاني اللي هو past simple. طب والجمله الثانيه هيجي الحدث الاول اللي هو past perfect. يعني ايه؟ بص كده معايا، انا جايه بقول لك اهو before she slept she had finished her homework. بقول لك قبل ما تنام هي خلصت الواجب. رد عليا، هي عملت ايه الاول؟ خلصت الواجب الاول، صح؟ فانا عندي جبت had finished. فهو بيقول لك ان انا عندي لو لقيت الثلاث كلمات دول عادي ممكن يجي بعدهم past simple والجمله الثانيه past perfect. بس عايزه اقول لك على حاجه، ما انت لو فاهم الدرس اصلا هتبقى فاهم ان كلمه قبل دي هيجي بعدها اللي حصل رقم 2 مش رقم 1. وبعد بص كده قال لي كلمة as soon as معناها بمجرد once يعني في لحظة، after يعني بعد، the moment when. قال لي ان الكلمات الموجودة عندك دي لو لقيتهم لا هيجي بعدهم الحدث الأقدم اللي هو past perfect اللي هو حصل أول حاجة، وبعد كده الجملة التانية هي اللي هتبقى past simple أو ماضي بسيط. إزاي؟ بقول لك after she had finished her homework بعد ما خلصت الواجب بتاعها she slept هي نامت. يبقى أنا عندي after جه بعدها past perfect والجملة التانية past simple. خلي بالك أنا ما بشرحش حاجة لأن دي نوتس ملاحظات فهي ما فيهاش شرح. قال لي بقى ركز كويس معايا، أنا عندي كلمة before اللي هي معناها قبل وافتر اللي هي معناها بعد. لو انا لقيتهم مش جاي بعدهم subject مفيش بعدهم فاعل اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هجيب الفعل ing. يعني يجي يقول لك مثلا before space مثلا she had studied. بقول لك قبل ايه هي ذاكرت، وجاي بقول لك slept sleeping sleep ولا sleeps. ثانية واحدة كده، هو أنا عندي before في بعدها هنا subject في فاعل I we you they he she it؟ لا يا مس مفيش. يبقى أنا على طول هجري أختار الفعل اللي فيه ing نفس الكلام على after. فأنا عندي أدي تالت حاجة معايا هنا. جاي هنا بيقول لي he went to bed he had finished his work. احنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي ماضي التام حدثين، اللي حصل الاول ماضي تام واللي حصل بعد كده ماضي بسيط، وجاب لك كلمة after. بس خلي بالك after موجودة في النص، يبقى هي after طالما small letter حرف صغير هجيبها في النص مش في الاول. طيب فانا عندي after المفروض بيجي بعدها ايه؟ had والتصريف الثالث. فانا بص هسيب الجمله زي ما هي he went to bed بعد كده after he had finished his work بعد ما خلص الشغل بتاعه. كل اللي انا هعمله ان انا بس هربط بالكلمه دي في النص، وانا عندي after بيجي بعدها had والتصريف الثالث. بقول لك she had studied hard space she passed the test. طيب فانا بقول وجايبه لك because معناها لان، تمام؟ انا بقول لك هي ذاكرت بجد، هي نجحت في الامتحان. يبقى انا هاجي اقول لك ايه؟ هو ايه اللي حصل الاول؟ ان هي ذاكرت بجد. يبقى انا هاجي اقول لك هنا she passed the test هي عدت من الامتحان. ليه؟ because she had studied hard لأنها ذاكرت بجد. فأنا عندي أهو آدي الجملة بتاعتي. بقول لك I reached the cinema the movie had started وجايب لك by the time. أنا عندي by the time معناها قبل، وخلي بالك إن هي جاية برضو small letter حرف صغير فهجيبها في النص. قلنا by the time بيجي بعدها الباست simple أو الماضي البسيط. يبقى أنا هحط هنا
by the time في النص زي ما هو عايز اهو، وهجيب بعدها الباست سمبل الماضي البسيط اللي هو اني واحد ده، يبقى by the time I reached the cinema. والجملة الأولانية اللي هي the movie had started. بقول لك first he arrived home then he had shower. بقول لك أول حاجة هو وصل البيت، بعد كده هو استحمى. أول حاجة عملها إن هو عمل إيه؟ إن هو راح البيت، وجايب لك before. يبقى أنا هقول لك إيه؟ بص كده، هقول لك هنا بقول لك هو وصل البيت وبعد كده خد shower. يبقى أنا عندي كده هقول لك إيه؟ هقول لك he had arrived home. هشيل then خالص. before he had a shower. يبقى هو وصل البيت قبل ما ياخد دش. اللي عمله الأول إن هو وصل الأول. She did her homework then she went out. هي عملت واجبها بعد كده خرجت أو ذهبت للخارج، وجايب لك after. after بيجي بعدها had والتصريف الثالث. يبقى أنا هقول لك after she had done her homework. بعد ما عملت الواجب بتاعها she went out. هي ذهبت للخارج. هنا بقول لك after we had dinner we watched a movie، وجايب لك before. اول ما الاقي before اول حاجه اعملها ان انا اشيل after في البدايه، صح. طيب وبعد كده قال لي ان انا عندي before جايه في النص، يبقى انا اللي هعمله we had dinner before we watched a movie. كل اللي انا هعمله هشيل after واحط before في النص قبل الباست simple. بقول لك before going to bed he had read a short story. قبل ما يروح للسرير هو قرأ قصة قصيرة، وجايب لك went. خلي بالك من حاجة معينة، ايه هي يا ميس ياسمين؟ ان احنا قلنا before و after لو ما جاش بعدهم subject بحط الفعل ing، وهو جايب لك went. يبقى انا هرجع السبجكت، هقول لك before اهو before he went to bed he had read a short story. يبقى انا عندي اهو ادي الجمله بتاعتي. فانا عندي يا شباب يونت 10 اول وحده ل10، اللي والله اليونتس كلها سهله، بس سهله في حاله انك تذاكر تحفظ الكلمات، تمشي ورايا، تشوف المراجعه. طبعا مراجعه نص المنهج نزلت، لو ما شفتهاش المراجعه مهمه جدا فوق ما انت متخيل، لازم تشوفها وتذاكرها كويس. وده كان يونت 10 اول وحده ل10. اتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت والدعاء. اللهم اني استودعك ما ذكرت وما حفظت وما تعلمت فاحفظه لي ورده الي وقت حاجتي. See you next time. Bye bye.